حبايب قلبي وحشتوني قد الكوكب، وعشان كده جاية لكم ملخص مسلسل أكاديمية الترسانة العسكرية. أيوه زي ما سمعتوا كده، والمسلسل 48 حلقة ومرضتش أعمله في أجزاء عشان انتوا بتزعلوا، فحطيته كله في فيديو واحد. وعشان كده قبل ما نبدأ ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو توصلوا ل10,000 لايك، وما تكسلوش يا حبايبي عشان تدعموني، لأن انتوا الفترة اللي فاتت مش بتحطوا لايك ولا بتتفاعلوا، الموضوع ده مزعلني، بالرغم ان انا بعمل المسلسلات اللي بتطلبوها مني، بس ماشي المسامح كريم. وكمان اشتركوا في القناة، عايزين نكمل ال500,000 ومستنية رأيكم تحت في التعليقات. ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ في الصين سنة 1911 مع بطلتنا شيا، وبنشوفها وهي لابسة زي الولاد ومنتحلة شخصية أخوها المتوفي، وحاليا هي بتبقى في الكشف الطبي عشان تدخل أكاديمية الترسانة العسكرية. ولما الدكتور بيطلب منها تقلع عشان يكشف عليها بترفض، فبيقول لها ايه ده، هو انت بنت ولا ايه؟ فبتعرفوا انها راجل وسد الرجالة، بس خجولة وما قلعتش قدام حد قبل كده. فالدكتور بيزعق لها وبيطردها، وعشان الصين بلد عجيب غريب، في حاجات تظهر وحاجات بتختفي، بنلاقيها اتقبلت في الأكاديمية، ما تسألونيش ازاي لأن هما موضحوش. المهم انها بتخرج تحتفل مع صاحبتها جيجي، واللي بتبقى صديقة صالحة جدا جدا جدا، فبتاخدها على البار، وكل ده عشان تقابل قريبتها المغنية المشهورة، واللي اصلا بتبقى هربانة من الصحافة ومستخبية في الحمام. ولما بتشوف شيا بتفكرها واحد من المعجبين، فبتبدأ تتقال عليه، فشيا بتقول لها ولا اعرفك ولا عمري شفتك اساسا. فالمغنية كرامتها بتنقح عليها وبتقول لها دخلتي حمام الستات ورايا ليه؟ فبنتنا بتفهم غلطتها في اللحظة دي، وده لأن الكل مفكرها راجل بشكلها ده، فبتطلع تجري قبل ما المغنية تعمل منها بطاطس محمرة. وبعدها المغنية بتطلع تقدم فقرتها، وبنشوف شاب غني ووسيم جدا 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 اسمه كو بيقول لها ان صوتها مسرسع، والباد بوي ده بيقرب منها وبيقترح عليها انه يعلمها بس بشرط تسهر معاه النهارده. ولما بترفض بيقول لها هو انا لسه هاخد رأيك، وبيشيلها وبيمشي بيها. اموت انا في الشراسة. وطبعا محدش بيقدر يوقفه لان ابوه نائب وزير الداخلية، بس بنتنا شيا هي اللي بتقف قصاده. فالمغنية بتفكرهم سوا وبتقعد تشتمهم لحد ما بيوصل تي اللي يعتبر خطيب المغنية من لما كانوا صغيرين، وهو الوحيد اللي بيعرف ينقذها من ايد كو، وكمان بيخلي الشرطة يقبضوا عليه. وللأسف شيا بيتقبض عليها معاه، والظباط مش بيبقوا عارفين ان ده ابو نائب الوزير، فبيضربوه قدام الناس كلها. ولكن لما بنروح القسم بنشوفه وهو مذنبهم كلهم جنب بعض وقاعد زي الباشا وحاطط رجل على رجل. وبنقلب على فيلم عادل امام وبنلاقي بيقول لهم كان لازم تضطروني اعمل فيكوا كده، عمال اقول لكم ابويا نائب الوزير ومحدش عايز يصدقني. وبعد ما بيهزقهم بيخرج هو وشيا براءة. ولما كوبي يروح البيت ابوه بيهزقه وبيقوله انت صايع وفاشل وملكش قيمة في المجتمع، فبيقرر يربيه وبيبعته أكاديمية الترسانة العسكرية. وتاني يوم بيبقى أول يوم في الدراسة، وبنشوف بنتنا شيا وهي بتتعرف على واحد قروي وبيبقوا صحاب. وفجأة بيعدي من جنبهم واحد غني متنمر وبيخبط في حاجات القروي وبيفضل يشتم فيه، فالرجالة بيتخانقوا سوا لحد ما بيسلكهم واحد اسمه جون، وبنعرف ان ده اخو تي. واضح ان الترسانة مليانة مزز، انا كده اطمنت على امن الصين خلاص. ولما القائد بيجي بيخلي اللي كانوا بيتخانقوا يلفوا 50 مرة حوالين الملعب، انما بقى اللي كانوا بيتفرجوا 20 مرة بس. وفي اللحظة دي بيوصل ابننا كو، واللي بيبقى جاي متأخر وسكران كمان، وبيبقى مفكر ان القائد هيتساهل معاه عشان خاطر ابوه، ولكنه بيعلقه، لا حرفيا بيعلقه. فبيتحايل على القائد التاني يفكه، وفي المقابل هيديله مشروب، فالقائد بيغفله وبياخد المشروب وبيمشي. وهنسمي ده القائد الطيب السكران، لانه مش بيعمل حاجة غير انه بيشرب. وبعد لما الشباب بيخلصوا لف بيتوزعوا على الاوض، فبنتنا شيا لما بتطمن انها لوحدها في الاوضه بتدخل تستحمى على دخلة كو، واللي بيبقى زميلها في الأوضة، وبنعرف إنه بيقدر الخصوصية جدا جدا جدا، وعشان كده بيفتش في حاجتها وبيتصدم لما بيلاقي قميص نوم حريمي، فبيفكرها باد بوي وصايعة وبتاعت بنات. ومن حظهم الفقر إن القائد بيخرجهم كلهم بره عشان في تفتيش مفاجئ، والقائد بيعرفهم القواعد وبيحذرهم إن اللي هيخالفها هيتعاقب، وبيبدأ يفتش الشنط عشان يخرج الممنوعات اللي معاهم. فبيلاقي واحد حاطط صورة بنوتة، واللي مخبي سجاير، واللي مخبي حلويات في الشراب، لحد ما بيوصل لشيا. ولما بيلاقي القميص بيفضحها وبيطلعه قدام الكل وبيسألها إذا كان بتاعها. وفي اللحظة دي كوجنتل بيتدخل وبيعرفه إن دي شنطته هو وده قميص حبيبته، فالقائد بيعديها له وبيعاقب الباقيين. ولما بيدخلوا الأوضة شيا بتشكره، فبيقوله لا يا جدع احنا صحاب وعايشين في نفس المكان.
فخد بقى هدوم اغسلها لي، اعمل لي كوباية شاي، لمع لي جزمتي، وكمان خد الشراب المعفن ده اغسله. فبنتنا بتحس انها هتبقى عابدة عنده، وبعد ما بتخلص شغل بتكتشف ان هو نايم من غير قميص، فبتغطيه وبتروح تنام. وتاني يوم بتصحى بدري على الجرس ومش بترضى تصحيه، فبيصحى متأخر والقائد بيزعقله، فبيعرفوا ان شيا هي السبب عشان طلب منها تصحي بدري وهي اللي رفضت. فالقائد بيزعق لشيا وبيعرفها ان لو كو صحى متأخر تاني يوم هما الاتنين هيتعاقبوا. وكو بيبقى فرحان وبيفكر ان القائد هيعديها له، بس هو بيأمر جنوده يشيلوه يرموه في الحمام، واللي بيبقى مكان معفن جدا جدا جدا. وعشان كده كو بيحاول يهرب، بس الحرس بيشبشبوه وبيمسكوه بيرجعوه تاني. بينما بقى باقي زمايله بيبقوا متمرمطين برضه، وده لأن القائد المفتري مخليهم يتدربوا تحت المطر. وطبعا بنتنا شيء من جواها بتقول I'm just a girl، بس محدش بيسمعها وبتتدرب معاهم. وكو بيفضل محبوس لحد بالليل، ولما بيخرج بيتفاجئ ان شيا برضه لسه مخلصه تدريب دلوقتي، فبيقعدوا سوا يلطموا على خيبتهم. وتاني يوم شيا بتصحى بدري كالعاده، وعشان ما تتعاقبش بتقرر تصحيه معاها بمنتهى الحنيه، فبتكب حله ميه ساقعه على وشه، وبيطلعوا يتعاركوا هما الاتنين في الطرقه، وجون بيعدي من فوقيهم وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيبدأوا التدريبات كو بيفضل يبرد عليها ويشدها من هدومها لحد ما القائد بيشوفهم، فبيعاقبهم هما الاتنين وبيشقلبهم، فبنلاقيهم واقفين على ايديهم ورجلهم فوق. ولما القائد بيمشي كو بينزل وبيبرد عليها وبيحط صباعه في مناخيرها، وبعدها بيفضلوا طول الليل يتدربوا سوا والقائد بيتفرج عليهم من بعيد. وتاني يوم بقى كو هو اللي بيصحى بدري فبينتقم منها، فبيرش عليها المية زي ما عملت فيه. وبعد ما بيخلصوا تدريبات الصباح بياخدوا باقي اليوم اجازة، فشيا بتروح تقابل جيجي صاحبتها وبتحضنها، وطبعا كل البنات اللي واقفين بيفكرهم مرتبطين. ولما شيا بتلاحظ بتروح تشتري باروكة ولبس بنات، وجيجي بتاخدها وبيروحوا يقابلوا المغنية، واللي بتحس انها شافت شيا قبل كده. وعشان تكمل تي وجون بيبقوا معزومين، فشيا بتمثل ان بطنها وجعاها وبتسيبهم وبتطلع تجري. وبالصدفة كو بيبقى معدي بعربيته فبتستخبى برضه عشان ما يشوفهاش، وبيفضل كو يلف بعربيته لحد لما بيلاقي عصابة عايزين يضربوه. وفي الأول بيتفاوض معاهم وبيعرفهم انه غني وممكن يدفع لهم، بس لما بيشوف المغنية وبيعرف ان هي اللي مأجراهم عشان يضربوه، وده كله عشان شالها، بيمسكهم هو يطحنهم وبيقول لها ايه يا مزة، على فكرة دول شوية فرافير. وبيعاكسها تاني وبيعرض عليها يسهروا سوا، وبيفضل يقرب منها وكانت هتضعف بس بتغفله وبتطلع تجري. وتاني يوم بيرجعوا الأكاديمية وكل مشاغب بيهرب كحول في أزايز المية، وطبعا القائد السكران بيكشفه بسهولة، فبياخدهم منه وبيفكر ان شيا بتداري عليه، فبياخد فطارها وبيعاقبهم هما الاتنين بتنظيف الحمام. وشيا بتدخل تنظف بس عشان هي بنوتة رقيقة مش بتقدر تشوف الرجالة دول ولا تستحمل الريحة، فبتطلع تزعق لكو عشان ينظف معاها. فبيجيب عربية مية وبيمسك الخرطوم وبيغرق الحمام، وبيبقوا هما الاتنين مستمتعين، بس ما يعرفوش ان القائد الشرير جوه واتغرق. وطبعا بيعاقبهم وبيمرمطهم وبيخليهم يتدربوا طول اليوم. وشيا بتخلص تمرين متأخر، فلما بترجع بيكون الأكل خلص ومش فاضل إلا حتة عيش مع كو، وهو مش عايز ياكلها بس مش هيديها لها، فبيقعد يلحسها قدامها عشان يذلها، وبعدها بيسيبها على الترابيزة. فبنتنا مش بترضى تاكلها لحد ما بيجي جون واللي بيديها بسكوت، بس بيعرفها انه منتهي الصلاحية فالأحسن تاخد دواء عشان ما يجيلهاش إسهال، فبتضطر انها تاكله عشان ما فيش غيره. وتاني يوم بيبقى عندهم تدريب فنون قتالية، وشيا بتبقى قصاد المتنمر وبتقدر انها تكسبه، وكرامته بتنقح عليه فبيضربها بالعصاية في صدرها. فكو بيتعصب في اللحظة دي وبيقول ده صاحبي وانا بس اللي اضربه، فبيمسك المتنمر وبيطحنه. وبعدها بياخد شيا على الدكتور واللي بيقول لها اقلعي، فطبعا بترفض وبتطلع تجري. فكو بيجيب لها الدواء عشان تدهنه، وبيعرفها ان تصرفاتها غريبة وبيسألها اذا كانت بنت لانها مش بتقلع قدامهم، فبتقوله اخرس انا راجل وسيد الرجالة. فكو بيقول لها حتى لو كنتي بنت مش هتبقي نافعة عشان ما عندكيش مقومات. وتاني يوم جيجي بتبقى جاية تزورها وبيشوفها واحد من الطلاب وبيعجب بيها، فجيجي ما بتصدق وبتعرفه ان هي وشيا مش مرتبطين انما اصدقاء. فكان لسه هيسلم عليها على دخلة شيا اللي بتحضن جيجي وبتفضل لازقة فيها، فالشاب بيستغرب وبيقول لها واضح فعلا انكم مش مرتبطين خالص وبيسيبهم وبيمشي. فجيجي بتزعل بس بتعرف شيا ان ابوها هيوصل المدينة بكرة، فشيا بتاخد اجازة وبتلبس لبس البنات وبتروح تستقبله من المحطة. وبنكتشف ان شيا مغفلة ابوها ومفهمة انها بتدرس في المدرسة مع جيجي وما يعرفش خالص حوار الأكاديمية. وبالليل بيروحوا سوا حفلة للأغنياء، وبنلاقي المغنية وكو وجون وتي كلهم حاضرين، واضح ان الحبايب متجمعين.
والمصيبة إن أبوها بيبقى عارف تاي وبيطلب منها تيجي تسلم عليه، وطبعا مش هتروح، وده لأن جون واقف جنبه وممكن يعرفها، فبتحط وشها في التورتة وبتعملها حجة عشان تروح الحمام، ولكن جون مش هيسيبها، راح وراها واقف مستنيها لما تطلع من الحمام، ولما بتخلص بتداري وشها وبتطلع تجري، فبيطلع يجري وراها، ومن حظها إن كو هو الوحيد اللي بيشوف وشها، وعشان ابننا ذكي ولماح بيربط الخيوط ببعض فبيستنتج إن اللي معاه في الأوضة ممكن تكون بنت. فتاني يوم لما بترجع الأكاديمية بيديها بالبوكس في صدرها كده عشان يتأكد، وعشان يداري على الموضوع بيقول لها انت رفيع خالص بس عضلات صدرك جامدة، بتعملها ازاي؟ فالكروي بيتحمس فبيقول له خليني كده احس انا كمان، وفي اللحظة دي كوبي يتدخل وبيبعدوا عنها عشان اتأكد انها بنت، وبعدها كل الطلاب بيتجمعوا في العربيات عشان عندهم تدريب في الغابة، وفي الوقت ده المغنية بتهرب من الحراسة اللي تاي جايبها لها لأنها اتخنقت، وما تعرفش إن أعداء تاي اليابانيين بيجروا وراها وعايزين يخطفوها عشان يساوموه، فبيبدأوا يضربوا النار عليها وهي بتحاول تهرب منهم، وبيبقى ده نفس مكان تدريب طلاب الأكاديمية، فبيحسوا إن في أعداء بجد موجودين هنا، فبيحاولوا يقبضوا عليهم، بس المتنمر بيوقع شيا في حفرة، وده كله عشان ينتقم منها لأنها كسبته، وبتفضل هناك طول الليل لحد ما جون بيجي ينقذها، وبيبقى كو هو كمان بيدور عليها لحد ما المغنية بتضربه على دماغه عشان بتفكره واحد ياباني، فبيغمى عليه فبتضطر تشيله على ظهرها وبتوديه على بيت خالتها، وفي الوقت ده تي بيعرف باللي اليابانيين عملوه، فبيروح السفارة وبيزعق لهم، وبيعرف السفير إنه خاطف كل عيلته، ولو المغنية حصل لها حاجة هيخلص عليهم، وما يعرفش أصلا إن المغنية زي القردة وحاليا بتطبخ ليها هي وكو، واللي بيبقى نمسه وبيقعد يعاكسها وبيقول لها احنا هنا لوحدنا، يعني لو عوزت تعمل حاجة انت مش هتهربي، فبتسيبه وبتروح لبيت عيلتها واللي بيبقوا أغنياء جدا جدا جدا، وبالرغم من كده مش بيهتموا بيها وبيبقوا عارفين إنها مش بتحب التاي بس عايزينها تتجوزه غصب عنها، فبتسيبهم وبتمشي وبتروح تشرب، وبيبقى في واحد واخد بيحاول يقرب منها، بس ابننا كو الشجاع بيبقى موجود وبيتدخل وبيبعدوا عنها، وبيقوله دي فتاتي وحبيبة قلبي ومحدش يقرب لها، فالمغنية عينيها بتلمع وبتبدأ تعجب بيه، وعشان اللمة تكمل شيا والكروي بيجوا هنا وبيقابلوا جيجي، واللي بتغلط وبتنادي على شيا باسمها الحقيقي، وعشان تداري على الموضوع بتعرف الكل ان شيا عندها اخت توأم بنت، فالكل بيصدق ما عدا كو اللي قاعد يضحك في صمت وخباثة عشان فاهم كل حاجة. وبعد ما بيخلصوا السهرة المغنية بتبقى سكرانة، فكو بيشيلها بالعافية وبيخلي السواق يروحها، ومن جواها بتبقى مبسوطة، وبعدها بيروح عشان يوصل شيا اللي في الوقت ده كانت هتخبطها عربية لولا انه بيلحقها على آخر لحظة، ولما بيحس انها سقعانة بيلبسها جاكيته وبيرجعوا الأكاديمية سوا، وتاني يوم بيبقى في تدريب وبنعرف ان القائد مخبي لكل طالب قطعة حديدية، ولازم كل واحد يلاقي القطعة بتاعته، والخسران هينظف الحمام، وكمان لازم يخلي باله من الحارس اللي موجود جوه عشان لو هزمه هيخسر، والبداية بتبقى مع كو اللي بيبقى جامد وبيلاقي قطعته، وكمان لما الحراس بيطلعوا له بيضربهم وبيروح يدور على شيء عشان يساعدها، واللي في الوقت ده بتقدر انها تضرب الحراس، بس لما بتدور على القطعة بتاعتها مش بتلاقيها، وده لأن المتنمر خدها، فكو بيضربه وبياخدها منه وبيطلع يديها لشيا في الخباثة عشان القائد ما يعاقبهاش، وبعدها بيغمز لها وبيقول لها أي خدمة، وبيبقى مستنيها تشكره، بس هي بتفكره الحرامي اللي أخدها فبتشتمه، فبيقول لها فعلا ما بيتمرش فيكي، فتاني يوم بيبدأ يغلس عليها وبيعرفها انه نفسه يشوف اختها التوأم، فمش بتعبره خصوصا لما بتعرف ان في شوية يابانيين هيتسجنوا عندهم في الأكاديمية، والطلاب بيبقوا متغاظين منهم وعايزين يعملوا معاهم الجلاشة، بس كو بيشد شيا وبيقول لها مالكيش دعوة باللي هيحصل، ولما القائد بيعرف باللي الطلاب ناويين يعملوه بيعاقبهم وبيخليهم يتدربوا طول الليل عشان يهد حيلهم، بينما شيا بتبقى في أوضتها مكسوفة، وده لأن كو واقف قدامها من غير فالنة وعمال يغيظها وبيقول لها شايف العضلات شايف الحركات مش زيك يا مسلوع، فشيا بتتعصب وبتقوله ان هو كده عريان وما ينفعش، فبيقول لها عادي ما احنا رجاله زي بعض انزل البنطلون كمان، فبتتكسف وبتجري على الحمام، وعشان تكمل تاني يوم بياكل فطارها، بس بعد ثانيتين بنلاقيهم بيشتغلوا سوا عشان يبردوا على اليابانيين من غير ما حد ياخد باله، فبيرموا لهم حاجات في الأوضة تجيب لهم حساسية، وكمان بيبوظوا لهم الأكل فبيتوجعوا طول الليل ومش بيعرفوا يناموا، وعشان كده تاني يوم الأكاديمية بتقرر ترحلهم لمكان تاني، ولما جون بيعرف انهم مش هيتعاقبوا بيستناهم بره من غير ما حد يشوفه وبيزق العربية بتاعتهم، وبعدها بيرمي عليهم جاز وبالولاعة وبيشتغل ويقول لي فين يوجعك،
ومن حظه إن محدش بيشوفه إلا أخت كو اللي بتبقى موجودة في المكان بالصدفة، بس هو مش بياخد باله منها، ولما بيرجع شيا بتقرر تغطي عليه عشان بتفكره مزوغ عادي وما تعرفش اللي هو عمله. وشكل كده بنتنا شيا بدأت تعجب بيه، وده لأنها بتبقى عايزة تنضف له جزمته، بس كو بيتدخل وبيبقى غيران فبيشيلها وبيرميها في الزبالة. فبيشدوا سوا، وتاني يوم على الفطار بيبصوا لبعض ولا كأنهم ضراير، بينما جون بيبقى فرحان، وده لأن صديقته بتيجي تزوره، وبنعرف إنهم كانوا بيدرسوا سوا في بريطانيا. وطبعا باقي الرجالة بيبصوله بنظرات الحقد، وكمان شيا بتحس بالغيرة بس بتكتم جواها. وبعدها بيخرجوا يتغدوا سوا، ولما بتخلص بتعرف جون إنها هتفضل فترة كبيرة في الصين، يعني هيتقابلوا كتير. ولما بتسيبه وبتمشي بنلاقيها اتحولت 180 درجة، وكمان ماشية مع يابانيين، وبنعرف إنها السفيرة اليابانية الجديدة. فلما السفير القديم بيعترض بتخلص عليه في ساعتها، مفيش تفاهم، وبتبقى مخبية هويتها عشان علاقتها بجون ما تتأثرش. وتاني يوم في الأكاديمية بيبقى عندهم اختبار، وشيا بتبقى تعبانة وأدائها بيبقى وحش في كل الاختبارات، وبتبقى في المركز اللي قبل الأخير، وده لأن ابننا كو الجامد النبغة اللي مشرفنا في المركز الأخير. والحنين بيعرفها إنه سقط عشان خاطرها بس، ولو عايزة تشكره ممكن تغسل له هدومه، فبتبدأ تغسلهم فعلا وبتبقى تعبانة. ولما بياخد باله بيطلب منها توقف بحجة إنه هيغسلهم، بس طبعا ابننا فاشل بيلمهم في شنطة وبيبعتهم بيته عشان الخدم يغسلوهم. وبالليل أخت كو بتتسحب للأكاديمية عشان تشوف جون، وده لأنها وقعت في حبه من النظرة الأولى، فبتروح تعترف له إنها معجبة بيه من ساعة ما شافته على الطريق من كام يوم. بس جون مش بيعبرها وبيمشي، والمصيبة إن المتنمر بيبقى سامع كلامهم، فبيفضل يضربها عشان تعرفه هي شافت ايه بالظبط، لحد ما شيا بتتدخل وبتضربه بالطوبة في دماغه وبتهرب أخت كو. وشيا بتبقى مرعوبة فبتحكي لجون، وبتبقى خايفة لحسن المتنمر يكون مات. فجون بيروح له وبيلاقيه فايق زي القرد، فبيهدده وبيعرفوا إنه لو نطق بحرف واحد هيمحيه هو وعيلته، وده لأن عيلة جون واصلة وغنية جدا جدا جدا. فطبعا المتنمر بيخاف وبيقلب كتكوت. وفي الوقت ده كو بيرجع الأكاديمية بعد ما هدومه اتغسلت، وبيتصدم إن شيا مش نايمة في أوضتها، وده لأنها عند جون دلوقتي، فبيتعصب وبيشدها بالعافية على الأوضة وبيعرفها إن مش مسموح لها تنام مع حد إلا هو. وطبعا هو بيعمل كل ده عشان يداري عليها ومحدش يعرف إنها بنت. وبعدها بتيجي أجازة الصيف، فالقروي بيطلب من شيا وجيجي يجوا يقضوها معاه، فالمغنية بترشق في الخروجة، وده لأنها بتبقى شاكة إن شيا وجيجي مرتبطين وبتبقى عايزة تتأكد. وكو هو كمان بيرشق عشان بيبقى غيران عليها ومش عايز يسيبها مع القروي. وكو بقى بيبدأ يتنطط عليهم فبيقترح يوصلهم بعربيته، ولما بيعرف إن شيا عايزة تركب ورا بيشخط فيها وبيخليها تركب جنبه. أموت أنا في الراجل الحمش. ولما بيوصلوا بيتخانقوا على الأوض، وده لأن القروي عايز يبات مع شيا، فكو بيعترض بحجة إن هما خلاص اتعودوا يقعدوا سوا في نفس الأوضة. فالقروي بيتضايق، وبعدها شيا وجيجي بيلعبوا على الشاطئ، وبتبقى المغنية رازعة عينها في حياتهم وواثقة إنهم مرتبطين. وبعدها بتروح تقعد جنب كو اللي بيبقى بيصطاد، وبتعرفه إنها ممكن تقع، فبيقول لها عادي مش هنقذك. بس بعد ثانيتين لما بيلاقي جزمتها في المية بيقعد يدور عليها، وبتبقى هي عاملة فيه مقلب، ولكن رجلها بتتلوي فبيشيلها وبيمشي بيها على الشط لحد ما بيوصلها للبنات. وفجأة بتظهر لهم عصابة عايزين ياخدوا منهم فلوس، فالشلة كلها بتضربهم، والمغنية بتقول لهم مش عارفين أنا مين، أشهر واحدة في الصين، فالكل بيخاف منها. ولكن في الحقيقة هما بيبقوا خايفين من الحرس اللي وراها، وبنعرف إن تاي اللي بعتهم عشان يحموها، وبتبقى زهقانة من الرجالة وبتكرشهم بس هما بيفضلوا. فجيجي بتقول لها تاي ده راجل مثالي، أنا لو منك أتجوزه وأحبسه في البيت. بس المغنية بتبقى في عالم تاني، وده لأنها مش عايزة اللي بيحبها إنما اللي بيشتمها ويهزقها بين قوسين كو. وتاني يوم بيبقوا خلصوا ومروحين، بس العصابة بوظت لهم العربية، فبيضطروا كلهم يركبوا عربية بحمار وكو هو اللي بيسوقها. ولما بيرجعوا الأكاديمية شيا بتبدأ تتدرب عشان تطور مهاراتها، فلما بيشوفها القائد السكران بيفسد أخلاقها وبيخليها تسكر معاه، فكو بيجي يشيلها وبيرجعها الأوضة وبينضف وشها، وبتبقى مش في وعيها وبتعترف له بكل حاجة، وبتعرفه إنها جت هنا مكان أخوها المتوفي عشان تحقق حلمه. وبعدها بتفضل تزعقله عشان هو بيتريق عليها، وبتنط فوقيه وبتنام على صدره. وطبعا أنا بحقد عليها وبحسدها حسد برومك. ولحسن الحظ لما بتصحى تاني يوم بتلاقي نفسها في السرير ومش فاكرة أي حاجة من اللي عملتها،
بينما كو بيبقى صايع مع المغنية وبينقذها من الصحافة اللي بتطاردها لحد ما تاي بيشوفها وبيبقى عايزها تركب معاه فبترفض وبتعرفه انها خارجة مع حبيبها، وكو بيجاريها في الكلام وبيمثلوا انهم عصافير الحب. ولما بيرجع الأكاديمية شيا بتسأله عن اللي هببته امبارح فبيقول لها شتمتيني وهزقتيني ولو سكرتي تاني هعلقك. وبعدها بيبقى عندهم تدريب فنون قتالية ومن حظها الفقر انها هتلعب مع القائد الشرير واللي طبعا بيبقى أقوى منها، فبيهزقها قدام الكل وده لأنها بتخسر بسهولة، فبتقرر تتدرب وتشتغل على نفسها وبيساعدها القائد السكران يا زين ما اخترتي. وبتبدأ بقى تشيل حديد وبتعيش في أجواء انفخ عضلاتك بين حركاتك خلي السيع والمجرمين يحلفوا بحياتك اسحف على الرملة مهاراتك شاملة وكفاية عليكوا بقى كده لأن أنا موهبة مدفونة أستحق الدفن أكتر وأكتر. وتاني يوم بيبقى عندهم نفس الاختبار والبداية بتبقى مع كو وجون وبنلاقيهم متألقين وبيتعادلوا، وبعدها شيا بتدخل مع واحد مستخف بقدراتها فبتعلم عليه في أول ثانيتين وبتكسبه. وبالليل بيطلعوا في مهمة حقيقية وبيبقى المطلوب منهم يقبضوا على تجار عبيد، والوضع بيبقى صعب وده لأن التجار مجهزين نفسهم بالأسلحة فبيتبادلوا الطلقات، والتجار بيبقوا مسيطرين في الأول وبياخدوا شوية من الطلاب كرهاين لحد ما بيوصل ابننا الشجاع كو وبيضرب المبنى بالمدفع فبيوقعه، فالطلاب بيستغلوا كده وبياخدوا الأسلحة من المجرمين وبيسيطروا على الوضع. وكالعادة البوليس بيوصل متأخر فبيقبض على المجرمين من غير أي مجهود. وتاني يوم القائد بيزعق لكو وده لأنه اتأخر ساعة كاملة فبيبقى مرعوب لحسن يروح الحمام تاني، ولكن القائد وباقي زمايله بيحيوه على شجاعته لأن لولاه كان زمانهم ميتين. فبيروح يقعد جنب شيا وبيحط ايده على كتفها وبيقول لها انت كمان مش هتهنيني بقى، وهي أصلا مش بتبقى مركزة معاه لأن جون مش موجود. ولما بتسأل عليه وبتعرف انه في المستشفى بتجري على هناك وبيبقى هو اتصاب لما كان بينقذها. ولما بتوصل المستشفى بتغير لما بتلاقي السفيرة هناك فبتطمن عليه بسرعة وبتمشي. ولما بترجع بتلاقي المغنية بتتحايل على كو يخرج معاها في حفلة وهو بيبقى رافض وطبعا مش بتبقى طايقاهم فبتمشي، بينما المغنية بتقعد تتحايل على كو فبتقوله انت شاب وسيم وقمر ومش هلاقي حد زيك، وتطلب منه يجي يمثل ان هو حبيبها عشان تخلص من تاي. ولما بيرفض بتنام على السلم وبتعرفه انها مش هتتحرك من هنا لحد ما يوافق فبيسيبها وبيطلع يغلس على شيا اللي مش بتبقى طايقة تتكلم معاه، فبيعرف من القروي انها زعلانة عشان جون تعبان فبيمثل ان هو كمان تعبان وبيفضل يتدلع ويتحايل عليها عشان تهتم بيه، وبيفرح قوي لما بتجيب له اكل فبيقعد ياكل. وتاني يوم بيبقى هيشيط لما بيلاقيها واقفة مع جون اللي خف وبقى زي الحصان ورجع الأكاديمية تاني. ويا ريت يا جماعة حد ينادي المطافي غير توصل لحد هنا. والمصيبة إن بيبقى عندهم كشف طبي تاني فبتحاول شيا إنها تهرب بينما كو بيبقى نايم، ولما بيعرف حوار الكشف بيخاف لحسن شيا تتقفش فبيعمل مشكلة من لا شيء وبيمسك في المتنمر وبيضربه، وكل ده عشان القائد يعاقبهم هما واللي بيتفرجوا فيهربوا من الكشف. وفعلا خطته بتنجح وبيتحبسوا في الزنزانة فبيغمز لشيا اللي بتفكره بيبرد عليها ما تعرفش إنه عمل كل ده عشان ينقذها. ولما بيخرجوا المتنمر بيقرر ما يعديش اللي حصل وبيبقى عنده شكوك ناحية شيا، فلما بتدخل تستحمى بيقفل المية فالقروي بيقترح عليها تنزل تستحمى في الحمام المشترك، ولما بتطمن ان مفيش حد بتدخل وبتقفل الباب من جوه. ومن حظها الفقر ان المتنمر بيفتح الباب بس لما بيلاقي جون جاي بيجري على اوضته وبيستخبى. وطبعا شيا لما بتلاقي جون معاها في الحمام بتتصدم، بس من حظها الكويس ان بيبقى فيه فواصل في النص فبتحاول تداري نفسها على قد ما تقدر. ولما كوك جدع بيعرف انها بتستحمى بينزل جري وبيقف شبه العازل ما بينها هي وجون، وكمان بيفضل يغلس على جون لحد ما بيسيب الحمام وبيمشي. وبعدها بيطلب منها تلبس بسرعة وتيجي وراه، ومن حظه ان بيبقى فيه صابون على الارض فبيتزحلق فبيبص عليها من تحت الباب فبتصوت وبتديله بالشلوت فبتلبس هدومها وبتمشي، بينما هو بيعرف ان المتنمر ورا كل اللي حصل فبيحط على الأوضة قفل وبيسيبه وبيمشي عشان يتربى. وبيرجع بقى الأوضة وشيا بتبدأ تواجهه وده لأنها متأكدة انه دلوقتي عارف كل حاجة، فبيقول لها نعم أنا عارف من زمان أساسا. فشيا بتتصدم واللي هو بصت عليا فبيقول لها نعم عندك ايه بص عليه، فبتتصدم صدمة ثلاثية رباعية خماسية هو ده طحن الخواطر. وبعدها كو بيقول لها شكلك معجبة بيا واتنكرتي كولد عشان تيجي هنا وتقربي مني فعلا وسمتك مقوية قلبك يا فنان مش هنقول الا كده. فكو بيعرفها ان مجهودها يحترم وده لانها واحدة مختلفة، وبيقول لها لو عايزة تعترفي بحبك اتفضلي كلي اذان صاغية، فبتجيب المكنسة وبتنزل عليه ضرب وبيبقى مفكرها بنت ضعيفة فبيشدوه من تحت ايديها بالعافية. والمغنية بتشوفه وهو متمرمط فبيقول لها عارفة لو ما كنتيش ناديتي كان زماني طحنته دلوقتي،
فبتقوله طبعا باين على وشك، وبتديله دعوة الحفلة وبتطلب منه يحضرها. ولما بيوصلوا لمكان الحفلة بيلاقوه خرابة، وده لأن اليابانيين بوظوه. فبتجيب كل طلاب الأكاديمية اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش، بيروحوا بقى يتسوقوا وكمان بيقفشوا في الفراخ عشان يجهزوا أكل الحفلة. وشيا بتعرف جيجي إن كوكا شافها، فبتقول لها طالما درى عليكي يبقى بيحبك، أنا لو منك اتجوزه واحبسه في البيت. واضح إن جيجي دايسة مع أي راجل. فبنتنا مش بتهتم بكلامها وبتروح بقى عشان تستقبل الضيوف، وبيبقى جون واحد منهم، وده لأن الحفلة دي أصلا معمولة على شرف أخوه. وكالعادة لما كوبي يشوفهم الغيرة بتملأ قلبه، فبيحط إيده على كتفها وبيسحبها للشغل، وبيقول لها ما ينفعش بنوتة رقيقة زيك تقف مع راجل. فبتقول له يا سلام، ما انت كمان راجل. فبيقول لها لأ، أنا وضعي مختلف، إحنا أصدقاء مقربين. فبيسيبها وبيروح ياكل تورتة. وفي الوقت ده المغنية بتبقى مع الصحافة وبتعرفهم إنها مبسوطة وبتحب. فبيقولوا لها تاي، فبتقول لهم لأ طبعا، وبتشاور على كو. فبيجروا عليه وبيغفلوه وبيصوروه وبيبقى شكله مسخرة. فبيتغاظ من اللي عملته وبيطلع يزعق لها، فبتعترف له إنها معجبة بيه. فبيقول لها إيه يعني، كل ستات البلد بتحبني ومن بره كمان يا أخويا. والمغنية بتفكره بيتقال عليها، فبتعرفوا إن كل رجالة الصين بيجروا وراها برضو. فبيتعصب من غرورها وبيمشي. ولما بيحكي لشيا بتشمت فيه وبتعرفه إنه اتعصب عشان لقى حد نرجسي أكتر منه. فبيقول لها لأ، أنا استاهل أتبهى بجمالي، مش شايفة وشي عامل إزاي. وبعدها بتسيبه وبتروح الحصة، وكالعادة بيوصل متأخر فبيتحايل عليها تشرح له. فبتقوله لأ، روح للمغنية خليها تشرح لك. فبيقوله ايه ده، انت غيران ولا ايه؟ والمصيبة ان الحوار ده بيبقى قدام الكروي اللي مستغرب علاقتهم المريبة. وكمان المغنية بتيجي تاخد شيا عشان عايزاها في موضوع، وبتبقى المغنية مفكرة ان شيا كراجل معجبة بيها، وكمان كول اصيل مش راضي يبصلها لانها حبيبة صاحبه. فالمغنية بتعرض على شيا ستات اشكال والوان، وبتطلب منها تختار واحدة فيهم تحبها وتبعد عنها. فشيا بتعرفها انها مش مهتمية بيها ولا بأي ستات تانية وبتمشي. وبترجع الأكاديمية وبتبدأ تذاكر عشان امتحان بكرة. وتاني يوم ومن حظهم الحلو ان المدرس بيبقى نايم، فمش بيغشوا بالطريقة العادية واللي هو يا حيطة داريني ابدا. كل واحد بيروح يقعد جنب صاحبه وبيكتب له الإجابة. هو التعليم باظ من شوية. والمتنمر بيفضل يرمي ورقة على شيا عشان تغششه. ومن حظه الفقر ان واحدة فيهم بتخبط في القائد الشرير اللي بيبقى معدي بالصدفة، فبيسألهم مين اللي حدفها، فكلهم بيفتنوا على المتنمر. فالقائد طبعا هيعاقبه. ولما بتيجي أجازة آخر السنة بنشوف جون وهو بيعرض على شيا يوصلها. ولما كوبي يشوفهم بيغير كالعادة فبينادي عليها وبيغمز لها، فبتروح تركب معاه زي الألف، وبيفضل طول السكة مستني إنها تقول كلمة حلوة بس مش بتنطق، لحد ما بيوصلوا عند القطر وهناك بتعيد عليه بمناسبة السنة الجديدة وبتمشي. فبيبقى طاير من السعادة. وبترجع البيت وبتبقى فرحانة إنها خلصت منه أخيرا، ما تعرفش إنه نطلها دلوقتي وبيعرف أهلها إنه زميلها. وأمها ما بتكونش طايقاه وحاسة إنه كده متطفل، ولكن لما بتسمع كلامه وهو بيتغزل فيها بتدوب، خصوصا لما بيقول لها مش معقول تكوني أمها، أكيد أختها الصغيرة، عذرينك يا حاجة زكت، إحنا كمان تعبنا. وشيا بتحاول تطفشه ولكن أمها بتمسك فيه واللي هو بس ده جوز بنتي وبتأكله من كل ما لذ وطاب. فبيشكرها، وده لأن أكلها تحفة وكمان بيعامل أبو شيا باحترام فبيحبه وبيقرر يبات معاهم. وابننا بيقرر يمشي عشان ما يتقلش عليهم أكتر من كده، وبيتفق مع شيا يتقابلوا بكرة. وبتعرفه إنها مش هتيجي ولكن بيصمم وبيفضل واقف مستنيها في السقعة لحد ما بتحن عليه. ولما بيخلصوا لف بياخدها يوريها بيته اللي بيبقى في نفس المكان، وبيحكي لها عن مامته المتوفية وقد إيه كانت بتحب الرقص، وبيقرر يحيوا ذكراها فبيشغلوا أغنية وبيقوموا يرقصوا. فعلا هو ده الابن البار بدل ما تعمل لها كل دير مية. ومن عينينا بنلاقي فجأة واحد اترمى عليهم، وده لأن الاحتلال الياباني بيحاول يقبض على مجموعة من المتظاهرين واللي كانوا مستخبيين جنب بيتكو بالظبط. وللأسف أبطالنا بيتاخدوا في الرجلين وبيتقبض عليهم هم كمان وبيترموا في السجن. وهناك بقى بينفش ريشه واللي هو انتوا مش عارفين انا مين، بس محدش بيعبره. وبيقعد يتخانق مع الضباط فبيحطوه في سجن احتياطي. فبيمثل على الضابط انه تعبان وبيموت، واول ما بيدخل بيضربه وبيسرق لبسه. وبيحاول يطلع شيء ولكن مش بيلاقي مفتاح الزنزانة معاه، فبيرجع على بيته عشان يطلب المساعدة من ابوه. فبيستقبله بترحاب باهر وبيديله بالقلم على وشه اللي هو فضحتني يا عرة الرجالة. وبما انه عيل شقي فبيخدره وبيبقى عايز يبعته مدينة تانية عشان ما يتقبضش عليه هنا. ولكنه بيفوق في نص السكة وبيكتشف ان باباه حاطط له حراس كتير، بس ده مش بيفرق معاه وده لانه بينط من القطر.
وبياخد عجلته وبيجري ورا عربية الترحيلات اللي فيها شيء عشان يطلعها، وبنتنا أصلا في الوقت ده بتبقى جامدة وفكت نفسها هي وزمايلها ودخلوا في اشتباك مع الضباط، وللأسف كل اللي معاها بيموتوا وما كانش فاضل إلا هي. وقبل ما الضباط يتهوروا ويعملوا لها حاجة، كوبي اللي بهندي وحرفيا بيطير بعجلته وبيضربهم، وبعد ما بيخلص عليهم بياخدها وبيرجعها بيتها. وبعد ما أهلها بيطمنوا عليها بترجع تاني على الأكاديمية وبتقرر تقعد هناك بالرغم إن الأجازة لسه ما خلصتش. وعلى الجانب الآخر مغنية بتبقى زعلانة لأن النهاردة عيد ميلادها ومحدش عبرها، وكمان كل الطباخين اللي في الفندق أجازة وهي حاليا جعانة. وبتنزل الشارع وبتتفاجئ إن مفيش ولا عربية ما عدا راجل واحد بس تقريبا مستنيها عشان يوصلها، وبتبقى كل المطاعم قافلة ما عدا مطعم واحد بس مجهز ترابيزة واحدة بس وهي الزبونة الوحيدة. ولما بتطلب طبق واحد بيحط لها المنيو كله وبيعرفوها ان النهارده مناسبة خاصة. وطبعا بنتنا بتبقى مستغربة، ولكن اللي في حياتها ما تستغربش عقبالنا يا رب. وبنكتشف ان هو اللي عمل كل ده وكمان قاعد من بعيد يطمن عليها. هكذا تكون الرجال. وبتعدي الايام لحد ما بتخلص الاجازة وبنشوف شيا وهي بتستقبل الكروي، ولما بتعرف انه زعلان بيقول لها انه هيروح لاخته التوأم المدرسة عشان يديها هدية، وبيبقى قصده على شيا اللي بتحاول تمنعه دلوقتي واللي هو ما ينفعش يا جدع عيب كده، ولكنه بيصمم وبيفضل واقف قدام المدرسة. فبتتنكر انها بنت وبتطلع تاخدها منه وبتشكره. وبعدها بسنتين بتتحول ولد وبترجع مع الأكاديمية، وبيبقى كل الطلبة جم ما عدا كو ده لأن بابا حبسه في البيت. وشيا من بعده بتتمرمط وده لأن المتنمر بقى يبات معاها في الأوضة ومش بتبقى عارفة تاخد راحتها، خصوصا انه شاكك فيها، فبتسيب المكان وبتطلع تقعد على السلم وما بتعرفش تنام طول الليل. وعشان كده تاني يوم بيغم عليها في التدريب فبياخدوها العيادة، وهناك القائد السكران بيكتشف انها بنت جاتلك الفوقة دلوقتي، بس بيبقى راجل اصيل وبيداري عليها. ولما بتصحى مش بيرضى يواجهها بالحقيقة وبيبقى شايف ان كل انسان عنده اسبابه. ياه لو كل الناس زيك كده. ومع ذلك بتنتشر اشاعة ان في بنوتة متنكرة انها ولد، وشي بترجع الاكل واللي هو طف من بقك يا جدع احنا كلنا رجالة في بعض. والرجالة بيمسكوا فيها وده لأنها ما استحمتش معاهم قبل كده، فبتقول لهم لا لا استحمت أنا وجون سوا. ولما جون بيأكد على كلامها بيطمنوا. ونرجع لكل مسكين اللي بيحاول يهرب من سجن أبوه، ولكن الخدم كلهم بيقفشوه وأبوه بيقرر يسجنه أكتر ويخطبه لواحدة ما بيحبهاش، وبينشر الخبر في كل حتة عشان اللي ما يشتري يتفرج. ولما المغنية بتعرف بتهرب من بيت أهلها عشان تنقذه، وبنلاحظ إن المسكين ماشي وراها عشان يأمنها. وفي القطر بتلاقي كل الناس اللي هناك بيحبوها سواء البنات أو الرجالة، فبتبقى نافشة ريشها وفرحانة، خصوصا لما بيدعموها وبيعرفوها إنهم حبوها معاكو وعايزين علاقتهم تستمر، وتحاول ترجعه من الحرباية اللي خطفته منها عشان مش لاقي عليها. ولما كو بيعرف إنها جاية بيستناها في المحطة بباقة ورد تحفة عشان يأكد على كلامها إنهم مرتبطين، والبنات بيشجعوا وبيسقفوا اللهم وعدنا، وبياخدها تقابل خطيبته. والمغنية بتحاول تطفشها بكل الطرق ولكن دي لازقة فيه، وبيمثلوا قدامها انهم عصافير حب. فبتقول لكو براحتك كده كده مستنياك يوم الخطوبة، اين هي الكرامة؟ وبياخدها على محل هدوم وبيشتري لها كل الحاجات اللي هناك، ما تنسونيش في فستان، وطبعا كل الحاجات دي تكفيني انا ومتابعيني الغلابة في العيد. وبيبقى ماشي معاها ومخلي البنات ماشيين وراهم عشان يستعرضوا حبهم المزيف وكمان ثراءه الفاحش. وعلى الجانب الاخر رجالة الأكاديمية بيبقى عندهم مهمة، وبالصدفة بيبقوا راكبين قطر محمل مجوهرات وحاجات تخص العائلة الملكية، وعشان كده بيتعرض لهجوم من اليابانيين اللي بيبقوا عايزين يسرقوا الختم الملكي. ويا سبحان الله بتبقى في عصابة صينية عايزة تسرق البضايع اللي موجودة، قال لما فيكوا حد عدل كلكوا كده حرامية، وعشان كده بيشتبكوا سوا. وأثناء ضرب النار رجالتنا بيهربوا وده لأن الجري كل الجدعنة، وبيتفرقوا. بنلاقي شيا مع جون اللي للأسف بيقع في حفرة، ولما بتحاول تنقذه بتقع معاه ومحدش بيجي يطلعهم إلا تاني يوم الصبح بنلاقي راجل غلبان بيساعدهم، وكمان بياخدهم على بيته وبيعرفهم ان مراته متوفية وعايش مع بنته اللي ما بتتكلمش. وهناك شيا بتتفاجئ ان الختم الملكي موجود في جيبها، وده لان اثناء الاشتباك واحد من العصابة الصينية حطه لها. وللأسف اليابانيين بيبقوا عارفين ان الختم معاها فبيموتوا الراجل وبيبدأوا يطردوهم، وجون بيتصف في دراعه وبيخطفوا شيا، وابنان الأسد بيطلع وراهم وبينجح يخلص عليهم وبيسرق بقى عربيتهم وبياخد شيا والبنوتة. وعلى الجانب الآخر كو بيبقى في عالم تاني وده لأن النهاردة خطوبته، والمغنية بتقول على جثتي فبتاخد الموتوسيكل وبتقتحم الحفلة وبتقلب هندية وبتاخد كو وراها وبتطلع تجري، وبتقول لخطيبته معلش اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم. وبيروحوا يقعدوا في مطعم وبياكلوا عشان يحتفلوا بالإنجاز اللي حصل، وكو بيعرفها انها هتفضل زي اخته مش اكتر، فبتتضايق وبيبان عليها انها بتشحت منه الحب، في حين ان تاي الغلبان اللي بيموت في تراب رجليها لسه ماشي وراها لحد دلوقتي. انت ما عندكش شغل في حياتك؟ ولما بيلاقيها سقعانة بيغطيها بجاكيته وكمان بيوصلها، فبتحضنه كده جدعانة وبيبقى طاير من السعادة. لا لا انت خسارة فيها.
بينما جون وشيا بيبقوا محجوزين في المستشفى، وأول زيارة ليهم بتبقى من جيجي، واللي بعد ما بتمشي بنلاقي صاحبة المحل اللي هي شغالة فيه بتيجي بحجة إن شيا كراجل زبون مميز عندها ولازم تطمن عليه، وبنعرف إنها أصلا زعيمة العصابة الصينية وعشان كده بتسرق الختم وبتحط مكان واحد مزيف. ولما بتخرج بتيجي الزيارة التالتة واللي بتبقى من السفيرة اليابانية اللي بتروح تطمن على جون حبيب القلب. بعد كده بتعدي على شيا عشان تسرق الختم المزيف منها، وجون بيروح يقعد معاها في الأوضة وبيبدأ يهتم بيها، ولما كوب يجي بيبقى غيران، فبنتنا مش بتهتم، وبعد ما بيمشي بتلاحظ ان الختم اتسرق، وفي الوقت ده زعيمة العصابة بتسلمه لولي العهد لان كان مسروق منه. بينما السفيرة بتبقى متعصبة وده لانها اتهزقت عشان عرفت ان الختم مزيف. بينما شيا بتبدأ تربط الخيوط ببعض وبتبقى شاكة في السفيرة، خصوصا لما بتجيلهم زيارة تاني يوم وبتسلم على ايديها وبتبقى خشنة، فبتشك انها ممكن تكون رياضية او مقاتلة بس مخبية عليهم. والمغنية بتبقى حالتها كرب يا عيني وده لانها بتطرد من الفرقة، ومحدش بيبقى راضي يشغلها لحد لما بيظهر تي المنقذ اللي بياخدها في عربيته، بيهديها وبيدعمها وبيعرفها انه هيشغلها في احسن مسارح. قلتلكوا كذا مرة خدوا الراجل السبورتيف، خدوا الراجل المدلوق، خدوا الراجل اللي اسمه تي، ويا سلام لو يبقى من BTS، يبقى ربنا كرمنا من وسع. وفي الوقت ده كو بيقرر يصالح شيا فبيطرد المتنمر وبيجهز الأوضة، ولما بتيجي بيعرفها انهم خلاص هيرجعوا يقعدوا سوا. وجون بيعدي بالصدفة فكو بيعمل له كده على رقبته واللي هو لو قربت هخلص عليك، ولكن شيا مش بتعبره وبتطلع تجري ورا جون حبيب القلب، وبياخدوا بنت الراجل الغلبان وبيدخلوها مدرسة. ولما بيرجعوا بيبقوا واقفين يتكلموا سوا وبنلاحظ ان كو واقف من بعيد وبيراقبهم، وبعد كده بيدخل الأوضة وبيحاول يبين انه مش مهتم بيها، فبيقرا وبيبقى ماسك الكتاب بالشقلوب. وبنتنا بتبقى قافشاه وبتعرفه مهما عمل مستحيل يبقى زي جون، ومن تاني يوم بيبقى بارد وهادي زي جون بالظبط، وكل ما بيعمل حاجة يبدأ يقلده لدرجة انه بيطلب نفس الوجبة وكمان بيقلده في طريقة الأكل. وجون بيبقى مستغربه وبيحاول يهرب منه فبيقعد على ترابيزة تانية، بس ابننا لازقه وبيروح يقعد قدامه، فجون بيزهق لدرجة انه بيسيب له المكان وبيمشي. بينما كوبي يتفاجئ ان عنده حساسية عشان ما خدش باله من الأكل، فوشه بيتملح بوبه وبيحاول يداري نفسه بالبطانية، بس شيا بتشوفه وبتضحك عليه وبيبص على وشه في المراية وبيقول يا خسارة الجمال والحلاوة والوسامة، كل ده بسبب حلوفة لا تبالي. وفعلا الباردة مش بتعبره وبتروح تراقب السفيرة وده لأنها شافتها قبل كده داخلة مبنى ياباني، وبالصدفة بتلمح مجموعة من اليابانيين بيطاردوا عربية جون فبتسيب السفيرة وبتروح تلحقه. بينما السفيرة بتروح للعيلة المالكة وهي حالفة لا تربيهم لأنهم السبب في موت أمها لما كانت شغالة خدامة عندهم، وبعد ما بتذلهم قدام كل الموجودين بتمشي. ونرجع لشيا اللي بتقدر تساعد جون وبيهربوا من العصابة بأمان. ولما بترجع الأكاديمية مش بتعبر كو بتلزق في جون فده بيتغاظ وبيبقى ماسك عصاية الأكل وعمال يسخن فيهم وشوية وهينقض على جون لولا إن المتنمر بيهديه. وشيا بتروح للقائد اللي بيعرفها إنها اتعينت حارس شخصي للمغنية وده لأن في ناس بيطاردوها، وطبعا ده كله كدب، والقائد السكران وافق عشان أهبل ووقع في حب المغنية من النظرة الأولى. ده حتى القائد الشرير بيقول لها لو عايزانا نجاح راسك ما عنديش مانع، ولكنها مش بتبقى عايزة راجل تاني غير كو، وبتحس إن شيا عشان صديقه هو اللي منعه ياخد الخطوة دي، فبتعيش في دور الخطبة وبتاخده على كذا مكان وبتعرض له بنات أشكال وألوان واللي هو اختار اللي تعجبك. وبالصدفة شيا بتقابل أخت كو في نفس المكان وبتنقذها قبل ما تقع من على الحصان، والبنت بتفتكر إنه أنقذها قبل كده فبيقعدوا ياكلوا كلهم سوا وبيبقوا منسجمين، ما يعرفوش إن واحد من رجالة السفيرة موجود وجاي يخلص على المغنية، وده لأن السفيرة اكتشفت إن المغنية كانت موجودة وقت الحفلة وبدأت تشك فيها. ما يعرفوش ان رجالة تي موجودين في كل حتة فبيحموهم وبيهربوهم، والمغنية بتجري على الأكاديمية أو بمعنى أصح على كو وبتلزق فيه واللي هو احميني يا قرة عيني مش كنت هموت النهاردة، فمش بيعبرها وبنتنا بتزعل وبتاخدها على كرامتها فبتروح بالليل تشرب عشان تنسى وجعها. وبنلاحظ ان القائد السكران قاعد جنبها وبيبقى خلاص وقع، ومن حسن حظها انه بيبقى موجود وده لان واحد تاني عايز يموتها وبيقدر ينقذها، وبيحس ان المغنية دي ثروة قومية وما ينفعش تمشي لوحدها، فبيخلي شيا وكو وجون والقروي يحموها، وبتبقى ماشية والأربعة في ظهرها بيأمنوها وكل الستات الشارع بيحقدوا عليها واحنا كمان. وتقريبا كده الرجالة وشهم حلوة عليها وده لأنها بتتعزم على حفلة وبتبقى مزاد للمجوهرات، وبتبقى دي نفسها المجوهرات الملكية اللي العصابة اليابانية سرقتها من القطر، وبيبقوا موجودين عشان يأمنوها وده لأن العصابة الصينية بتوصل وبيرفعوا المسدسات في وش بعض وكل واحد بيخلص على التاني، ما يعرفوش ان رجالة الترسانة سمعوا بالخبر وبدأوا يدوروا والقروي هو الوحيد اللي بيوصل لها فبيسلمها لأبطالنا اللي بينطوا وبيهربوا من الحفلة بيها. وبنلاقي العصابة اليابانية رجعت تاني تجري وراهم، ولكن المفاجأة ان السفيرة بتنقذهم وده لأن جون حبيب القلب معاهم وهي مش هتستحمل يحصل له حاجة.
وبتوصلهم كلهم على الفندق وبتاخد جون معاها في العربية وبتمشي. وطبعا دي حرباية ومخلية العصابة فوق يخلصوا على الباقي، إنما جون حبيبها معاها في أمان. وجون بيحس إن في حاجة غلط فبيرجع يطمن على صحابه، ولحسن الحظ رئيسة العصابة الصينية بتبقى هربتهم. وطبعا السفيرة بتتعصب وبتروح تفش غلها في الملك وبتجيب له دايرة نشانه وبتعرفه إن لو نشن صح هتبعد عن دماغه، فبيستحمل غرورها وبيحط الأسهم في النص بالظبط. ما يعرفش إن الحنينة رابطة مراته ومثبتها الناحية التانية وهو كده خلص عليها، وبتعرفه إنها انتقمت منه زي ما موت أمها زمان، وكمان بتسلي وقتها. ونرجع للرجالة اللي بيقرروا يحتفلوا بعد ما سلموا المجوهرات للأكاديمية. وطبعا المغنية رشقالهم وبتنام في نص السكة وبتعرف كونه لازم يروحها وإلا هتفضل كده، بينما شي بتروح توصل جون وده لأن عنده حمى، وبتفضل سهرانة طول الليل تهتم بيه. ولما كوب يعرف كده بيلزق فيها ومش بيبعد عنها، وجون بيبدأ يحس بحاجة غلط وإنه مش مرتاح لوجودها، فبيسيب الأكاديمية وبيروح عند أخوه واللي بيبقى بالصدفة معزوم عند السفير الياباني. ولما بيروح هناك بيشوف مين السفيرة وبيفهم إنها كانت مقرطصاته للفترة اللي فاتت. وفي الوقت ده كوب بيستغل الفرصة وبيجيب عرايس وبيحاول يصالح شيا، وبيبقى عايزها تسامحه وترجعه يقعد معاها في الأوضة. هات المأذون في إيدك وتعالى بيتنا واسع ويساعي من الحبايب ألف. وبنت نم وقلب حنين بتسامحه، وتاني يوم بتعرف ان الكروي عايز يخرج مع اختها، فبتلبس انها بنوته وبتروح معاه وبيدبسها تطلع في مسرحيه. وجون بيبقى موجود وبيستغرب لما بيشوفها، فالكروي بيعرفه ان دي اخت شيا. وجون طبعا مش مغفل وبيفتكر الاشاعه اللي كانت طالعه وان في بنوته معاهم، فبيشك في شيا اكتر. وكوبي غير لما بيشوفها مع الكروي فبيشيلها على كتافه وبيصمم يرجعها الأكاديمية. وتاني يوم بيفضل لازق فيها وبياخدها تتفسح معاه وبيجهز أماكن في منتهى الرومانسية لأن النهاردة عيد ميلاده، وبيخليها تشد وهو ماشي وراها كأنه عيل صغير يختي على الحلاوة والجمال. ومش بتبقى عارفة ان النهاردة عيد ميلاده فبتسيبه وبتمشي من غير ما تكمل اليوم. بس بالليل بتعرف فبتجيب تفاحية وشمعية وبتقعد تغني له عشان يسامحها. وابننا بيحس انها بتكروته بس عشان قلبه طيب وطفس في نفس الوقت بياكل التفاحية. وعلى الجانب الآخر السفيرة بتكتشف ان ابوها الياباني اللي متبنيها عايز يخلص عليها، وبيبقى باعت عصابة تانية لجون ولكنها بتلحق نفسها وبتخلص عليه. وجون بيحاول يقاوم لحد ما بيقضي عليهم كلهم بس بيبقى عنده إصابات كتير، ومن حسن الحظ ان شيا بتبقى معدية بالصدفة فبتوديه المستشفى، والمفروض دكتور ياباني شاطر هو اللي يعمل العملية. وأول ما السفيرة بتعرف بتجيب له كل الدكاترة، ده ممكن تجيب اليابان شخصيا هنا. ولما العملية بتخلص بتقعد جنبه وبتفضل تعيط واللي هو ما تموتش مش هقدر أعيش من غيرك. ومن حسن الحظ انه بيعيش وكل رجالة الأكاديمية بتروح تطمن عليه، بينما أبو كوبي يتهموه بالخيانة فبيقرر يهرب هو وولاده. ولما زمايله في الأكاديمية بيسمعوا كده بيلموا كل حاجته عشان يتخلصوا منها، بس شيا بتقف لهم واللي هو لو هتعملوا كده يبقى لازم تخلصوا عليا أنا والحاجة في نفس الوقت. وفي اللحظة دي بيظهر كل بيقرر يواجه وما يهربش كالعادة لحد ما القائد بيجي وبيزعق لزمايله فبيمشوا. ولما بيطلعوا الأوضة بيبقوا لوحدهم فبيستغل الموقف وبيحضن شيا وبيعترف لها بحبه، وبيقول لها انه مش قادر يستحمل ولا يخبي اكتر من كده، وهي لو مش بتحبه ممكن يستنى عادي لحد لما تتقبله. وتاني يوم بتكتشف انه صحى بدري وسايب لها رسائل حب وغرام جنب كل حاجة، وكمان ملمع لها الجزمة ومجهز الهدوم هكذا تكون الرجال تبا لرجال هذا الزمان. وبتحاول تهرب منه على الفطار ولكن بيشوفها وبيقعد جنبها وبيقشر لها البيضة، لا وكمان بيأكلها بنفسه. وطبعا كل الرجالة اللي قاعدة مستغربين. ولما شيا بتشرق بيجري يجيب لها مية وبيشربها بنفسه. وفي الحصة بيستغل ان القائد السكران نايم فبيغفله وبيقعد يبعت لها قبولات على الهوا لحد ما القائد بيصحى فبيطرده، ومع ذلك مش بيتهد بيقعد يلعبها من بره ويغلس عليها. ولما بتيجي تضربه بالكراسة القائد بيصحى وبيطردها هي كمان، وطبعا دي أحلى حاجة على قلبه وبيفضل يتحرك جنبها وعشان تسكته بتدوس على رجله. ومش بيتهد على كده أبدا، بيجيب بيانو وشموع وبيفضل يعزف في نص الأكاديمية، وبيبقى جايب ورد أحمر وبيعرف شيا إن الأغنية دي عشانها لأن النهاردة عيد ميلادها، وبيفرقع ألعاب نارية انت لو قصد الفضيحة مش هتعمل كده. والمغنية بتشوف اللي حصل فبتزعل وبيبقى عندها كرامة وبتمشي، بينما شيا بتبقى عايزة تنزل تطحن ولكن الرجالة بيمسكوها واللي هو سيبوني عليه سيبوني. وطبعا شيا بقت حديث الصباح والمساء فماشية وعينها في الأرض لأن كل حد بيشوفها بيتريق عليها، فبتاخد كوع على جنبه وبتفهمه إنه ما ينفعش يعمل كده عشان محدش يشك فيهم، ما تعرفش إن المتنمر فوق وبيراقبهم. وعشان النميمة تسخن بيحط كلام من عنده وبينشره يمين وشمال فكوبي يكسر له إيديه ورجليه. وفي نص الحصة بيروح يقعد جنبها واللي هو أموري أكسر لك في إيه كمان، وطبعا دي رياكت ارحمني وبتبقى عايزة تصوت وتشد في شعرها. ومن حظ المتنمر انه بيخش مكتب القائد السكران بالصدفة وبيلاقي ظرف فيه صورة شيا واخوها المتوفي اللي هي منتحلة شخصيته، ولما بيشوفه بيبقى مصدوم وبنعرف ان السفيرة اليابانية هي اللي بعتاه، وده لانها اكتشفت حقيقتها وعايزة تفضحها عشان تطرد.
وبيبقى الظرف ده واقع في إيد القائد السكران، وبما إنه عارف الحقيقة بيداري على شيا. وفي مرة شيا كانت خارجة مع جيجي وبالصدفة بتقابل جون، فبيقعدوا ياكلوا سوا، ومن كلامه معاها بيقدر يستدرجها وبيتأكد إنها بنت مش ولد. وبيفضل يفكر فيها كتير وبيتأكد من حقيقة مشاعره وإن فعلا معجب بيها، عشان كان حاسس من الأول إن في حاجة غلط. فبياخد راحته وبيرجع الأكاديمية وبيبدأ يتقرب منها لدرجة إنه بيقلع قدامها، واللي هو ظهري مصاب ادهني ليكي ليه، مش رجالة زي بعض ولا إيه. ولما زميله في الأوضة بيدخل وبيشوفهم كده بيفهمهم غلط، أحسن تستاهلوا. والمصيبة إنه بيقابل كوف وشه فبيخبي عليه عشان ما تحصلش جريمة النهاردة. وبالليل الأبطال بيراقبوا الكروي، وده لأن تصرفاته غريبة الفترة الأخيرة، وبيكتشفوا إنه شغال ملاكم بطريقة غير قانونية، وده لأن أخوه عليه ديون وهو عايز يسددها عشان يخرجه من السجن. فكو بيقعد مع الراس الكبيرة اللي هو مش عارف أنا مين وابن مين، وبيقدر يقنعه إنه يلعب مباراة واحدة بس قدام خصم قوي ويبقى الديون كده اتسددت. فبيبدأوا يدربوه تدريبات من حديد، وتاني يوم بيصحى بيلاقيهم كلهم متجمعين حواليه وبيخلوه يشيل جذع شجرة يجري بيه، وبيدخلوه في مواجهة مع ناس أقوى منه 3 مرات، وطبعا الكروي بيفيص. بينما جون بيعرف شيا إنه هيروح يقابل أخته النهاردة، وبما إن ده حبيب القلب فما بتصدق وبتتنكر إنها بنوتة وبتخرج معاه. انت ايه قشة كل الرجالة كده؟ وده لأن الكروي هو كمان كان مستنيها واتصدم لما لقاها مع جون. ولما بترجع بتبقى واقفة مع كوب، بنلاحظ إن المتنمر لسه بيراقبهم، فبيقفشوه وبيبقوا عرفوا إن ده الحرامي اللي بيسرقهم، فبيهددوه يبطل يتكلم عنهم وإلا هيفضحوه. وبعد كده بيتجمعوا كلهم عشان يشجعوا الكروي في المباراة الأخيرة، وبيبقى خصمه روسي وأقوى منه 20 مرة، فبياكل كمية ضرب لحد ما شيا بتشجعه فبيسخن وبيخلص عليه. وفضيحة زي دي بتنتشر والبوليس بيبقى عايز يقبض على كل الطلبة الموجودين عشان دي تعتبر جريمة، بس الأكاديمية بترفض تسلمهم، وده لأن القائد الشرير بنفسه هيعاقبهم، فبيفتح عليهم خراطيم المية وبيغرقهم ولا كأنه بسيوني بسيوني. وبعد ما بيتفك عنهم الحصار أخيرا كوبي يروح مع المغنية التصوير، والمخرج بيكتشف في اللحظة دي إنه مزنوق في ممثل، فبيعرض على كوي يجرب، وبيبقى رافض في الأول لحد ما مساعد المغنية بيقعد يطبل له واللي هو ده انت قمر ومثالي، ما كانش انت اللي تطلع على الكاميرا، مين اللي هيطلع. وابننا طبعا الإيجو تبعه بيعلى وبيوافق عشان الجمهور، والمغنية ما بتصدق فبتفضل لازقة فيه، وكمان بتعمل له حفلة بحجة إنها عايزة تحتفل معاه، وبتنط على ظهره وبتطلب منه يشيلها، ولكنه بيسيبها وبيروح يدي حلويات لشيا. ولما بيعرف إن الحمام بايظ بيقول لها بس رجلك أسدك سبعك هو اللي هيصلحه. وابننا بيشرفنا كلنا وهدومه بتتغرق والحمام بيبوظ أكتر. ولما بيصحى تاني يوم بيلاقي المغنية لسه مستنياه، فبيزهق منها وبيشيلها على كتفه وبيرجعها أوضتها وبيقول لها للمرة المليون إنهم مجرد أصدقاء، بس هي سد ودنها عشان ما تسمعش الكلام ده. تقريبا كده كرامتها بدأت تصحى، وده لأنها بتضربه بالقلم. شاطرة، أنا لو منك أروح لتي. وبيبقى فرحان لأنه خلص منها أخيرا، فبيرجع الأكاديمية عشان يصلح الحمام لشيا اللي مش بتبقى هناك، وده لأنها خرجت مع صاحبتها وراحت حفلة وكانت بترقص مع واحد، وهما الاتنين بيبقوا حاطين أقنعة على وشهم. ولما بيشيل القناع بتتصدم إن ده جون، فبتطلع تجري وبتربط الخيوط ببعض وبتستنتج إنه كان عارف إنها بنوتة بسبب تصرفاته معاها الفترة الأخيرة. وعشان تكمل الكروي بيجيب ورد وبيعرفه إن ده لأخته، فبياخده منه وبيرميه على الأرض واللي هو مش ناقصك انت كمان. وبما إن المصايب لا تأتي فرادى، واحد من القادة بيطلب من شيا إنها تمشي وتروح أوضة تانية، فكوبي يتعصب وبيروح يضرب المتنمر وبيفكره هو السبب بس بيطلع بريء. فبيروح لها وبيقول لها ولا الزمان ولا المكان هيقدروا يغيروا حب اللي كان. وبعد شوية المغنية بتيجي تديله تذاكر فيلمها الجديد، فبينفش ريشه على أصدقائه واللي هو خلاص بقيت ممثل مشهور وبطلع في السينما شوية جرابيع. فالرجالة بيتحمسوا وبيروحوا يتفرجوا على الفيلم من أوله لآخره، وشيا كمان بتبقى حاضرة. والمصيبة إنه مش بيطلع في ولا مشهد، ممكن يكون مرة واحدة كده وبظهره، وعشان كده أصدقائه بيشمتوا فيه واللي هو واضح إننا جرابيع مش انت خالص، ولا يهمك يا جوزي عامل مسلسل 48 حلقة تورينا جمالك. وبتعدي فترة وشيا بتسافر مدينتها عشان تطمن عيلتها، ولكن بتتخطف، وطبعا كو مش بيسكت فبينشر صورها وبيحط مكافآت ضخمة جدا 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 للي هيلاقيها. وبنتنا بتبقى جامدة، ما هي تربية الترسانة، فبتطحن الرجالة وبتعملهم بطاطس محمرة وبتهرب. ولما بتعرف اللي كو عمله عشانها بتطلع تجري وتدور عليه في الشوارع، ولما بيشوفها بيطمن وقلبه بيرتاح فبيغمى عليه، وده لأنه من ساعة ما عرف الخبر منامش. وبتفضل قاعدة جنبه تهتم بيه، وبيبان كده إنها ناست جون خلاص ومركزة مع كو. ولما جون بيجي يطمن عليها أبوها بيحتار واللي هو أختار مين ولا مين، بس أمها الست الأصيلة بتقوله يا كويا بلاش واحد غيره ما ينفعناش، فبتقعد تزغطه بالأكل ولا كأنه ده كربت، وبتخلي شيء تروح جون وبتعرفها إن كو هيقعد عندهم كام يوم عشان يرتاح. وعلى الجانب الآخر السفيرة بتبقى حاطة عينيها على حتة أرض مميزة داخلة في مزاد،
ولكن ولي العهد بياخدها منها عشان ينتقم لموت مامته، والسفيرة الجامدة بتقرر تنتقم منه، واللي هو طالما امك وحشاك يبقى هتروح لها، فبتخلص عليه هو وابوه عشان تبقى العيلة كلها ومحدش يوحشه تاني. وبتبقى ست أصيلة وبتروح تحضر العزا، واللي هو هتتشوفوا في نار جهنم سوا، ودي ينطبق عليها مثل ايه وتمشي في جنازته، كملوها انتوا بقى. وتي بيستجمع شجاعته وبيبقى عايز يخلص عليها عشان يريح الناس من شرها، والسفيرة بتقرر تربيه في الأول وبتستغل إنه بيعتمد على عالم مهم وبتبقى عايزة تموته، فرجالة الأكاديمية بيروحوا عشان يحرسوا العالم، ولكن بيحصل هجوم والقروي بيموت. وطبعا شيا أكتر واحدة بتزعل عليه، وده لأنه كان صديقها المقرب. فكو بيقول لها دموعك غالية ما تنزلش كده، وبيقرر ينتقم. فبيعرف كل الجنود اليابانيين اللي كانوا في الهجوم وبيخلص عليهم كلهم قدام السفيرة عشان يقهرها، والسفيرة طبعا مش هتعدي الموضوع ده بالساهل، وبتقرر تنتقم منه وتمسكه من ايده اللي بتوجعه واللي هي شيا، وبتبقى عارفة انها بنت فبتبعت قائد مرتشي عشان يفتشهم. ولما بيجي الدور عليها كو بيقف له وبيمنعهم. وقبل ما المشكلة تكبر شيا بتطلع تعترف انها بنوتة، فبيتقبض عليها وخبر زي ده بينتشر في ثانية. وبيحاولوا المسجونات يبردوا عليها، ولكن بنتنا بتروق عليهم، وكوبي يدي رشوة للظابط عشان يدخل لها، وبيفضل مستنيها طول اليوم، وللأسف مش بيعرف، فبيدخلها شنطة الأكل والرسائل عشان يطمن عليها. بينما المتنمر بيبقى تاب أخيرا ودخل في قصة حب مع بياعة ورد، وبيبقى عندها مشاكل في الذاكرة ومش بتفتكر حد خالص، بس كل ده على قلبه زي العسل وبيحبها كل مرة من أول وجديد. ولكن مش بيلحقوا يتهنوا، ده لأن العصابة اليابانية بتهجم عليه في مرة وبتموته. وبعدها بيجي الدور على شيا وبيحكموا عليها بالإعدام وبيلبسوها تهمتين، أول واحدة انتحال شخصية راجل، والتانية إنها موتت واحد من القادة لما اكتشف حقيقتها. وطبعا بنتنا مظلومة والقضية دي متلفقة على إيد السفيرة والمرتشي، وكوبي يقدر يمسك عليه أدلة وبيساومه لو ما زيفش موتها هيفضحه. فبيسمع كلامه وبينتشر خبر إنها ماتت، ولكن في الحقيقة بتبقى عايشة وبتستخبى عند القائد السكران، وكوبي يتسحب كل فترة وبيروح يطمن عليها. وفي مرة بيلاقي جون وتيو المغنية هناك، فبيتصدم، واللي هو مبقاش سر خالص، بالإضافة للزعيمة الصينية واللي بتبقى تابت أخيرا وقررت تبقى ست بيت واتجوزت القائد السكران. وشيا بتستغل كده وبتروح تصارح جون إن ما عندهاش أي مشاعر ناحيته وبالنسبة لها مجرد صديق، والمغنية بتبقى مقهورة لأن القائد اتخطاها واتجوز. طب ما كانوا قدامك ما خدتيهوش ليه؟ وشكلها كده هتبدأ تقدر النعمة، وبتفتكر إن في واحد اسمه تي بيجري وراها من أول المسلسل، فبتغير طريقتها معاه وبتقرر تديله فرصة. هي جاية متأخر قوي بس حلو. وفي مرة شباب الترسانة بيدخلوا في مواجهة مع اليابانيين، بس بيكتشفوا إن خطتهم اتسربت وبيموت منهم عدد كبير، وبيبقى القائد المرتشي هو اللي سرب الخطة، ومع ذلك بيلبسها للقائد السكران وبيخلص عليه كمان. وكمان بيحبس كل الطلبة لحد ما شيا بتدخل عليه وهي لابسة حزام خطير، وبتقول له يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل، خرجهم والا هعمل لك بطاطس محمرة. وبما ان ده جبان فبيخرجهم وبياخدوا جثة القائد وبيدوها للزعيمة اللي بتبقى رافضة تعمل عزا لحد ما تجيب حقه. فبتتحد مع طلاب الترسانة اللي في الوقت ده بيراقبوا مستعمرة يابانية، وده لأنهم خاطفين تي والقائد الشرير. تقريبا كده محدش فلت من ايديهم، وده لان الاتنين دلوقتي بيتعذبوا، فرجالتنا بيتدخلوا وجون بيضرب السفيرة بالرصاصة في ايديها، فبتشخصن الموضوع واللي هو ما كنتش اتوقع تيجي منك انت يا حبيب القلب. وبتتهم شيء انها واحدة خطفت رجالة وهي السبب، فبيعرفها انها واحدة خاينة واللي تبيع وطنها تبيع اي حد، فبتتأثر لان ده كان الحب. فبتعرفوا انها ملغمة المكان، وطالما مش هيعيشوا سوا يبقى يموتوا سوا، على الاقل يدخلوا الجنة مع بعض. هو انت اللي زيك هيورد على جنة؟ نفس طموح عمتي بالظبط. ومن حظنا الحلو ان واحد من القناصة بيصطادها، ولكن بتبقى اتكت على الزرار بنت اللذينة قرفانة حية وميتة، وبيبقى المكان بيطرقع، فرجالتنا بيهربوا وبتموت هي مع رجالتها وبيتعملوا احلى فراخ مشوية، واكيد طعمهم وحش والكلب الاجرب يقرف ياكلهم. والزعيمة بتعمل جنازة للقائد، بينما المغنية بترتبط بتي اخيرا. مش هوصيكوا اللي بتعرف تزغرط تغرقني تحت في التعليقات. وابطالنا بيسيبوا الاكاديمية عشان يعرفوا يعيشوا حياتهم سوا، وبيودعوا جون، وبنعرف انه بقى القائد دلوقتي، وبيبقى متقمص شخصية القائد الشرير وبيطلع على العيال القديم والجديد، ولما توصل ما تبقاش نسخة من اللي صعبوها عليك جون هيبقى أسوأ. بينما الأبطال بيرتبطوا وبيعيشوا مع بعض وبيخلص المسلسل بسعادة، بس أنا مش سعيدة، وده لأن نص الكاست مات، وكمان جوزي كوشي خدته، وكمان تاي راح مع المغنية، وكده فاضل جون مضطرة بقى أخده. وأول حاجة اتعلمناها من الملخص، محتاجين عنوان الترسانة ضروري. أي حد يقولك انت ب100 راجل قولوله مالكش دعوة وروحي هناك وأكدي المعلومة. وعلى وجه الخصوص محتاجين عنوان أوضة كو، انتوا عارفين ليه بقى. وتاني وأهم حاجة، اللي مش هتحط لايك هطلع السفيرة تخلص عليها. دول 48 حلقة أنا صابرة ومستحملة كل ده عشان انتوا طلبتوا مني المسلسل، فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتوصلوا ل10,000 لايك، وكمان اشتركوا في القناة، عايزين نكمل النص مليون، ومستنية رأيكم تحت في التعليقات والمسلسلات اللي انتوا عايزينها.
باي.